واخيرا وبعد طول الانتظار وفترات وسنوات طويلة ظهور فتاة من عائلة الهانش. لا حول ولا قوة الا بالله. على الدنيا السلامة بجد والله العظيم، على الدنيا السلامة. احنا خلاص رحنا. انا عايز اسأل سؤال واحد، هو انت ليه مصدرة العبيطة؟ كل همك ان احنا نشوف العبيطة بس، صح؟ ايه ده برضه تاني العبيطه برضه؟ يعني انت كل همك اصلا ان انت تصدر لنا العبيطه، يعني هي دي اللي انت عايزاه؟ انت كل اللي انت عايزاه يعني عايزه تفيد، ده محتواك اللي هو انت محتواك ان انت تفيدينا برضه، اللي هو انت عايزه تصدر لنا العبيطه وتورينا ان انت عندك عبيطه حلوه كبيره ويا ريتها طبيعيه. سؤال تاني معلش، هو ايه دي؟ ايه دي؟ معناها ايه؟ معناها ايه؟ معلش وانت لابسه لبس، مش لابسه لبس يا بنتي انت، يعني اللي هو يعتبر دهن جلدك بس الوان، اللي هو انت يعني انا مش هقول بقى انتوا بره السجن ليه ولا الكلام ده، لاني هيطلعوا بتوع حقوق الانسان او حقوق الحيوان يقولوا لي يا عم ده في حقوق. احنا معلش احنا بلد شرق مش غرب، انتوا بقى بتقلدوا الغرب بقى، دي حاجه بتاعتكم مش بتاعتنا احنا بقى ذنبنا ايه؟ وذنب عيالنا واطفالنا واخواتنا الصغيرين او الكبار يشوفوا المناظر اللي دي. انت مالك يا بت؟ في ايه يا بت؟ انت عايزه ايه؟ في ايه مالك يا حضرتك؟ عايزه ايه مننا؟ انت ليه بتعملي كده يعني؟ ده قرف وعك وقرف ونيله خالص. يا اخي الصين دي عليها شويه حاجات حتى اخترعوها، يعني اللي انت بتعمليه اصلا حرام، انك طالعه بتتعايقي بجسمك او حاجه انت ربنا مديهالك او حاجه انت عدلتي على اللي خلقك فيها وكبرتيها بنفسك، ويا ريتها طبيعي، دي طلعت صناعي والصين ربنا يخليها لكم، صنعت لكم حاجات زي دي تلبسوها وتقرفونا احنا بيها، كاتكم واكسه وكاتكم نيله. يا اخي يضربوكي طلقه تطلع من صرصور ودنك تترشق ما تسمعي ولا تعرفي تعملي اي حاجه في اي حاجه. اللي زي دي ما ينفعش نصيحه، ما ينفعش دي مش هتتقبل منك نصيحه، دي ما تتقبلش نصيحه، دي عايزه تحفيل وعايزه يتكشف عليها دهري، دي نجيبها في العياده كده نرزعها نشوف لها كشف جماعي كده، كشف حلو كده. يا حاج عبد العزيز يا هنش لم هنشاتك متبعتره في الشارع وبتتصور وبتنزل على الابلكيشنات وعلى الحاجات يا حاج هنش، يا حاج هنش عيب، هنشاتك متبعتره، ابوها فين ولا امها فين ولا اخوها فين ولا فين عيلتها؟ فين الرجاله؟ فين الشباب؟ ما هو مستحيل ما يكونش في رجاله في عيلتك يلموكي من البعتره، او انت مش عارف ممكن تكون انت ايه اصلا، يعني شكلك اصلا غلط في غلط. انا مش عارف احكم عليك اقول لك ايه او اطلب بالناس بايه، بس انا حبيت بس ان انا اوريكم اللي احنا بقينا فيه. الناس المتعلمه بتوع المدارس المبجله اللي هتطلع تقول لي انت زيك زيهم، ما انت جايب لنا قرف ومنزله لنا على الصفحه. حضرتك الفيديوهات دي نازله على مواقع كتير قوي جايبه مشاهدات، الله اكبر الله اكبر اللهم لا حسد يعني، فما تجيش انت تتجهبص عليا وتقول لي انت عرضت لي وعملت لي، ما انت هتشيل ذنب. يا عم انا هشيل ذنب ربنا اللي يعلم انا نيتي ايه من الفيديو، اذا كان بقى ان انا اعلي ريتش زي ما بشوف كده ناس بتعمل وبتتكلم، بعيدا عن ان في ناس اصلا بتاخد الفيديوهات دي وبتعمل عليها رياكت عشان تجيب ريتش عالي وعشان هي بنات طبعا وأزز وبتاع، بس في ناس متابعيني وعارفين سمكه كويس وعارفين ان انا اصلا ماليش في موضوع الريتش وان انا اجيب حاجات عشان اجيب فيديوهات عاليه والكلام ده كله. انا راجل حقاني وبتكلم في الحق، بس كده مش هينفع، لازم اجيب البنات دي وازفهم واطلعهم كده على المسرح عشان الهنشات اللي مرميه في الشارع دي تتلم، واللي عنده هنش يلمه. مش خايفه من واحده عينيها مثلا تكون حمراء وتقوم طشاكي عين كده تصحي الصبح تلاقيهم مفسيين؟ سلام يا جدعان.